اهلا بكم مجددا مشاهدينا. نهايه مباراه نهائي كاس عصبه الابطال الافريقيه بعد التعادل بين الاهلي المصري والوداد الرياضي الاهلي الذي توج باللقب 11 لقب عصبه الابطال الافريقيه هنا بالمغرب، مستفيدا من تقدمه بالقاهره بهدف لواحد وتحقيق التعادل هدف لمثله هنا بمدينه الدار البيضاء على حساب الوداد الرياضي. باسمكم مشاهدينا ارحب بكل من حموده بن شريفه. حموده اهلا وسهلا بك. مرحبا بك اخ طارق، مشاهدي ومشاهد القناه الرياضيه. معنا كذلك سي بوعبيد بودن، محلل تقني للقناه. سي بوعبيد مرحبا بك. اهلا سي طارق، سعيد بالحضور معك هذه الليله. إذا كما تابعنا حموده المباراة انتهت بهدف لمثله، النتيجة اللي ما كناش كنتمناوها، ما كانش كذلك الجمهور المغربي عامة والجمهور ديال الوداد الرياضي خاصة كيتمناها. واش نقولوا أن الوداد هو اللي ضيع اللقب ولا الأهلي المصري كان في مستوى نهائي أو إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية؟ فأولا يعني نتكلموا على المباراة. يعني في الشوط الأول يعني الوداد دبر المباراة. في الشوط الأول كان تكتيك عالي جدا، يعني شفنا كيفاش كنعرفوا بانه الاهلي يعني هو اون فوا فاش يعني في لو كو دونفوا بين بانه اندفع واحد شويه، دار ان بريسينغ ومن بعد يعني رجع الميليو تيران ان بلوك ميديون. يعني ضد مجرى اللقاء الوداد يعني ميتريزا الماتش ديالو، خدا يعني لا لارجو ديال التيران. شفنا واحد لا كورديناسيون بين العملود وبين اوناجام، كذلك بين بورا وبين يحيى عطيه الله. يعني كانت مباراه كانت جميله جدا شفتوا الشوط الاول. في الشوط الثاني كنظن بانت نوايا ديك الساعه ديال الاهلي، لان هو ديك الساعه ملي تسجل الهدف ما بقاش ان بلوك ميديون، ولاو كيلعبوا بالضغط العالي اللي شفنا يعني كهرباء ولا حمدي فتحي ولاو كيديروا الضغط العالي على الوداد باش ما يخلوش يخرجوا الكره ويلعبوا له جو ديريكت. دونك الوداد نجحوا في فترات يعني كان يقدروا يسجلوا الهدف الثاني. كنظن ضد مجرى اللقاء نقطه التغيير ديال المباراه في الدقيقه 70، لانه بانت النوايا ديال كولر يعني المدرب السويسري بكل صراحه انه كتعرف لانه هو غادي يلعب الكل في الكل ديك الساعه. خروج يعني كل من هاني وكهرباء واقحام كل من عبد القادر وشريف، بانت النوايا ديالو انه غيلعب لو جو ديريكت. يعني ديك الساعه كانت تعرف انه ملي كتبقى عندك ما تخسر انه خصك ضروري تلعب لو جو 100%. دونك هذيك نقطه التحول هي اللي كنجح فيها كولر ديك الساعه، ولا كيلعب لو جو ديريكت. دونك لو جو ديريكت ضروري تكونوا لو دوزيام بالون، تكونوا بارفوا لي ديفونسور كيكونوا فلاشر كيطلعوا مع لي زاتاكون، تكونوا لي يعني ضربات الزاويه عادي في كره القدم. دونك من ضربات ثابته كنظن نرجعوا السيناريو هذا ديال السنه الموسم. كنظن الموسم الماضي كان ضد فريق الرجاء بداو تسجل نفس الهدف هذا عبد المنعم. نعم، ان من نفس الزاويه كيف سجل. دونك كره القدم هي هذه اول شيء، يعني نوهب اللعبه المباراه هي هذه كره القدم. نشكروا على المسؤولين اللي صاروا على انجاح هذا العرس الكروي، لنا والحمد لله. اهم شيء وهو شفنا يعني الجمهور يعني حضاري ديال الوداد، يعني رغم ما يتقبلش الهزيمه، ولكن هذه كره القدم اللعبات اللي تقدموا ما عليهم، وهذه كره القدم. نعم. بالنسبه للاهداف ديال المباراه نرجعوا كذلك الاهداف، لان الاهداف بعد تسجيل يحيى عطيه الله وحنا نشاهدوا الهدف من ضربه الثابته. هذا الهدف الثاني ديال الاهلي المصري محمد عبد المنعم في الدقيقه 78. هنا فرحه عارمه للاعبي فريق الاهلي المصري، الجماهير كذلك على قلتها الحاضره من مصر لمسانده الاهلي المصري. الهدف الاول كما سنتابع فعطيه الله حدود الدقيقه 27. هدف كذلك في الجرح، فرحه كبيره لجماهير الوداد الرياضي. الشوط لكل فريق، لكن الشوط الاكثر اهميه كان هو الشوط الثاني. بالتالي نقطه التحول اللي ذكر عليها حموده كانت لصالح كولر السويسري. سفين فاندر بروك ربما ما كانتش قراءه جيده خلال الشوط الثاني بوعبيد، لانك كنتي متقدم بهدف ل0 اللي ما مفهومش ربما هو التراجع الكلي لفريق الوداد الرياضي. لعبوا بواحد تراجع كما ذكرتي، تراجع ربما مبالغ فيه، ولكن الا جينا نعطيو تقييم للمباراه فما كانوش فوارق تقنيه لا ما بين الاهلي وايضا الوداد. كان تقريبا تكافؤ الفرص في كل شيء، لا على المستوى التكتيكي وايضا الفني، ولكن مربط الفرس ونقطه الضوء او الفوارق اللي بانت وهي دكه الاحتياط عند الاهلي. الا جينا نتحدثوا على عبد القادر وافشا والسوليه ومحمد شريف ورامي ربيعه المدافع الخامس اللي دخل يعني في الشوط الثاني، هنا اللي كان الفوارق. يعني المدرب ديال الاهلي هنا قدر يتفوق على فان دين بروك من خلال يعني التغييرات اللي عطاو الاكل ديالهم، سيطره كليه في الدقائق الاخيره ديال الاهلي بالتجربه ديالهم، يعني كيفاش ضبطوا النفس ديالهم، كيفاش خداو الوداد في المرتدات. يعني جوج ديال ركلات ثابته كانت قادره على يعني اعطاء نتيجه
ممكن اعتبارها ايجابيه بالاهلي، واحد من جوج ركلات ثابته وتم تسجيلها من طرف مدافعين، وبالتالي تنظر ان التقييم العام ديال المسار ديال الوداد في ظل الظروف اللي مر فيه ممكن اعتباره جيد. فهنيئا للاهلي، هارد لك للوداد. الاهلي المصري هارد لك لفريق الوداد الرياضي. لكن نرجعوا للسيناريو المواجهه ككل. حموده، المباراه ربما اللي كيحز في النفس وهو انه كانت اختفات من بين يدينا، لان كان هدف تقدم. التسيير الشوط الثاني كان فيه مجموعه من النقاط ربما اللي خص اعاده النظر فيها. تراجع كل الفريق الوداد الرياضي، تغييرات بوهره خاصه لانه كان ضاغط بشكل كبير في الجهه اليسرى فريق الوداد الرياضي وفي الدفاع ديال الفريق الاهلي المصري. تغييرات ما كانش موفق بها بشكل كبير فاندر بروك. هو شوف يعني ملي كنقولوا نهائي فضروري كتكون واحد التضحيه كبيره. انا ذكرت يعني بوهره يعني دار مباراه كبيره جدا، خاصه في الشق الدفاعي. يعني كان ديما الرجوع ديالو كيساند يعني حياه عطيه الله. يعني في الاول شفنا يعني كنعرفوا القوه الضاربه ديال الاهليه هي في لي كولوار، زاتاكون كولوار، لا الشحات ولا بيرسيطا. يعني شفنا كاع النزالات يعني ثنائيه بين العملود والشحات كامل فاز فيها، كذلك يعني بين يحيى عطية الله وبين بيرسيطا وكامل خداهم يعني يحيى عطية الله. هنا كنظن يعني الشوط الاول السيناريو يعني اللي لعبت به الاهلي في جوج ديال الاوجه الاول يعني كما قلت في الاول يعني ان يعني البدايه الاولى يعني داروا ان بلوك ميديو. نبقى معك في البدايه ونمشيو للملخص ديال الشوط الاول رفقه المشاهدين اللي كان تفوق فيه فريق الوداد الرياضي بهدف يحيى عطيه الله من ضربه ثابته. الشوط الاول 15 دقيقه كلها كانت لصالح فريق الاهلي المصري اللي ضغط بشكل كبير، لكن بعد ذلك شاهدنا ان الاهلي المصري هذاك التوهج اللي بدا به كانه بدا يتراجع للوراء، ما بقاش كيمتلك الكره بشكل جيد وترك الكره للوداد الرياضي. بطبيعه الحال انه ملي غادي نقولوا انه كما قلت يعني واحد ربع ساعه الاولى الاهلي بغى يبين ديك الشخصيه ديالو، ولكن صدم بالوداد انه كان اقوى، كان بريباري داك السيناريو. يعني هو اللي ترك الاهلي ترك الوداد يعني انا دفعته باش ترجع يدير واحد التموقع ديالو ان بلوك ميديون. يعني شفنا يعني الوداد واللي كان شي جميل في الشوط الاول، وهو يعني اللعبه ديال الوداد كانوا مكونتروني لارجو ديال التيران كامله. شفنا يعني الصعود كل من العملود وكل من حياه عطيه الله، يعني الصعود ديال على مستوى يعني والنزول كل من وناجم وبهرة يعني في الكولوار يعني انتيريور تكون سوا دروا سوا غوش. يعني عطاو واحد الارجاو يعني البلوك ديفونسيف ديال الاهلي هو اللي عطانا واحد ضربه ثابته اللي جاب من الهدف يحيى عطيه الله ضد مجرى اللقاء. يعني في الاهلي متسجل الهدف ما بقاش دايره ان بلوك ميديو، ولو كيضغطوا ان بريسيك بوزيسيونيل. ولات كتكون الكره عند مطيع، كنا نشوفوا لا هاني ولا كهرباء كانوا كيضغطوا على المدافعين، لا على زولا ولا على كذلك على فرحان. نعم. وكانوا يبغيو يلعبوا لو جو ديريكت. الوداد نجحوا ملي كيلعبوا لو جو ديك الساعه كانت ديما لي ديفياسيون ديال سامبو، وكانوا كيستادوا لي دوزيام بالون. الشوط الثاني كنقول لك الشوط الثاني الوداد بداو مزيان، كان مزيان. يعني كنقول لك يعني نقطه التحول. الشوط الاول حموده اكيد ان حتى على المستوى البدني كان واحد الدفاع بدني كبير واحتكاكات بين اللاعبين اللي خلات ان الشوط الثاني ظهروا به اللاعبين على مستوى الفريقين معا التراوه البدنيه هبطت شيئا ما. في الاخر بانت، ولكن الفوارق اللي يعني عطاو الاكل ديالهم وهو التغييرات ديال الاهلي كانت اجود من التغييرات ديال الوداد، وبالتالي تنظن على ان النقطه اللي تحدثتوا عليها ديال خروج بوهره ربما كان السيناريو خاطئ، لان دخول المترجي مازال ما بانش 100%، يعني ما كانش مرجع العافيه ديالو 100%. سيناريو باش بدا الشوط الاول كان منتظر على الاهلي انه يحتكر لانه هو المطالب يعني بان ما يستقبلش الهدف. الوداد كان ذكي لان ما تسرعش، خدا الامور بجديه بشويه عليه، اعتمد على الركلات الثابته اللي كانت ربما تسجل الهدف الثاني، ولكن نعم. بالتجربه ديال الاهلي يعني قدر على انه يسيطر على النفس ديالو، ضبط النفس ديالو من بعد ما كان خرج من المباراه. يعني شيئا ما بعض اللاعبين اللي خرجوا من المباراه يعني ارتكبوا اخطاء، ضغطوا على الحكم، وبالتالي هنا الهدف الاول خطا نعم. في التمركز نعم. يعني ديال اللاعبين، يعني ما كانش التغطيه ما كانش لاعب منعم داز امام المهاجم اللي كان واحد النقطه مهمه تحدثوا عليها، وهو انك تلعب مع المنتخب المصري باستثناء واحد 3 ولا 4 ديال العناصر المحترفه على راسهم محمد صلاح، فانت كتلعب مع منتخب مصر بكامل العناصر ديالو من الحارس حتى المهاجمين. شوف ولكن ما بانش يعني الفرق داخل رقعه الملعب. يعني شفنا يعني
اللاعبات الوداد قدموا مباراه كبيره، يعني كنلقى ملي كنقول مباراه كبيره يعني ما قال لي ستاتيستيك الوداد كانوا مزيان او نيفو ديفونسيف حتى او نيفو اوفونسيف، يعني كيفاش كانوا كيخرجوا الكره للاعبات الوداد، كيفاش كانوا ميتريزي الماتش بروميير ميطون، كذلك لا دوزيام ميطون حتى او نيفو ديفونسيف كتلقى لو ريبلي لا ديال البوهره ولا ديال اوناجم. فيعني ضد مجرى اللقاء يعني واحد الوقت الاهلي يعني كما قلت لك يعني نقطه التحول هو خروج كل من كهرباء وحمدي فتحي ودخول مهاجمين اللي هو عبد القادر وشريف. هاد اللعابات سون دي زاتاكون بيتور، يعني بانت النوايا ديال كولر. شنو ولا كاين ديك الساعه كولر ولا كيستقطب يعني كياسبيري لو بلوك ديفونسيف ديال الوداد، كياسبيري ملعبين في الظهر ديالهم ونجح فيها شحال من مره. يعني كان ان سينيال ديك الساعه، كان جوج ديال السيناريوهات اللي كانوا يقدروا يستوبي ديك ليموراجي، سواء بالضغط العالي ما تخليهمش يلعبوا لو جو ديريكت، اولا كيدخل ان سانكيام ديفونسور باش كتبقى ديما عندك واحد التفوق عادي او نيفو ديال لا لين ديفونسيف. ديما كتكون لي دو زاك سونترو بيس ان ديفونسور معاهم يولوا ا 3. دونك كيما هذه كره القدم كتلعب على جزئيات بسيطه. تنظن الاهلي في بعض الفترات كانت خرجت من المباراه، وشفنا داك الشيء بان على المحيله في خروج ديال الشحات كيفاش ركل يعني واحد القرعه قليله ديال الماء. نعم. يعني كان واحد الوقت الاهلي ضاع منهم، يعني خرج منهم الماتش. كنظن اللي دخلهم هو هذوك لي جوج اللي داروا اللي عطاو لو بلوس بالنسبه لهم. حتى على مستوى كذلك الضغط في الفريق الاهلي كان مضغوط بواحد الشكل كبير. هذا الضغط اللي ما استغليناش حنا في الصالح ديالنا، بالعكس هما ما يسجلوا الاهداف ولاو هما اللي كيمارسوا عليك هذاك الضغط. وكانت الامور ما تمشاتش كيف كيقولوا ما تمشي الرياح فيما لا تشتهي السفن، لكن ما استغليناش المرحله الضغط والمرحله المعاناه ديال الفريق الاهلي في الوقيته ديال يعني ذاك النزول الايقاع ديال الفريق المصري. يعني في مرحله الضعف ديالهم ما استغلناش، ما قدرناش اننا نضبطوا الايقاع. يعني السيناريو اللي كان ما منتظرش من المدرب او لاعبين الاهلي وهو استقبال الهدف في وقت متبكر، لان 27 دقيقه اللي سجل فيها عطيه الله الهدف الاول هنا دخل الشك بالنسبه للاعبين وخرجوا من المباراه ولاو لاعبين تحت الضغط، لاعبين تحت عندك استقبلوا اهداف. ولكن النتيجه اليوم، النتيجه ديال مباراه الذهاب يعني عطاتنا بان كانت نتيجه فخ. نعم. بالرغم من اننا سجلنا هدف. نعم. سجلنا هدف اول في الدار البيضاء وكان علينا ان ندافعوا عليه، ولو مثلا سجلنا الهدف الثاني غنبقاو دائما تحت الضغط، لان عند استقبال الهدف جل واحد غيكون الاهلي راجع انه هذا هاجس ايضا لعب على الجانب النفسي ديال اللاعبين الوداد، لان امومون دوني اللاعبين رجعوا تلقائيا للخلف، هذاك الرجوع المتبالغ فيه، وبالتالي قدر الاهلي في 8 الدقائق الاخيره المضافه كيفاش دبر الامور ديالو. لان تحدثت عن نقطه مهمه، لاعبين كاملين ديزانترناسيونو، لاعبين دوليين، لا افشا اللي دخل، سوليه، محمد شريف، عبد القادر، كامل لاعبين دوليين. قدروا كيفاش يلعبوا المرتدات، مشاو في مواجهات مباشره، وبالتالي تنظر على ان الوداد ربما في التغييرات ديالو اليوم ما كانوش جيد. رجل المباراة محمد عبد المنعم وهو مسجل الهدف تحدث عن مباراة جمهور الوداد، على الوداد كذلك. نتابع تصريح مشاهدينا. النادي الاهلي كبير وبيلعب تحت ضغوطات. فريق الوداد كان على طول عمال يتكلم على الجمهور. بنحترم جمهورهم، بس الجمهور مش هينزل يلعب زي ما انتوا شفتوا. الحمد لله على البطوله وارض لك فريق الوداد فريق كبير وفريق محترم، والحمد لله على البطوله. الحمد لله. شكرا. اكيد سعيد بالتتويج، اكيد سعيد بالاحتفال رفقه الزملاء ديالو في الفريق، لكن بالمقابل اشاد بالفريق الوداد الرياضي واشاد باللاعبين ديال الفريق الاحمر. بطبيعه الحال انا يا ريت يعني عبد المنعم يعني قول ذات التصريح يعني السنه الماضيه لما تقسم الوداد، لانه كتعرف هو ضروري اوتوماتيكمون تكون الفايز، ضروري تيبحي داك الضغط اللي عليه، تقول لك بان راه الجمهور حنا كنلعبوا تحت الضغط عادي، لانه كنظن يعني كما قلت يعني لا بلاك تورنون ديال الماتش هو هي فاش دخل عبد القادر ودخل مصطفى شريف. هذه النقطه ديال التحول ديال المباراه. نقولوا الوداد تنظيم جيد عالي مستوى، مشكور المسؤولين على تنظيم هذا العرس الكروي، بين حتى الجمهور بين على الوعي على التقبل، يعني ما راضيش على التعادل وعلى ضياع الكاس، ولكن بين بان الكره راهي ديال لو فير بلاي. الوداد بين الجمهور ديالو مستوى راقي جدا، وهذا جاء عن تصريح لنا هو اللاعب اللي سجل الهدف، وبين بان لعبوا تحت واحد الضغط رهيب، ولكن قضيه كره القدم. تبقى كره القدم اكيد اللاعب اللي كيكون منتصر حامل اللقب كذلك رجل المباراه. لان كيف ذكر حموده شيء مهم، وركز كثير على الجمهور ديال الفريق الوداد الرياضي، وهذه تثبت ان اللاعبين قبل من المباراه عاشوا هذه الاجواء وحاولوا يستعدوا لها بشكل كبير. بقى كيعاود جمهور اكيد انه فرغ هذيك الطاقه اللي كانت عنده سلبيه لداخل. صحيح، هما اكيد خير دليل على انهم تتحدثوا دائما
على مدى سنوات، يعني 8 سنوات كاملا يتحدث المصريين، لا الصحافه المصريه ولا مواقع التواصل الاجتماعي ديال مصر تيتحدثوا على النقطه السوداء في الدار البيضاء، وهي جمهور الوداد وايضا الرجاء. وبالتالي تنظر لان التصريح ديالو جاء من بعد الفوز ديالو ضروري حي الضغط، يقول بان الجمهور ما غينزلش يلعب بلاصه اللاعبين. وبالتالي تنظر لان كما ذكرت في سابق الايام قبل، قلت يعني الاهلي يعني هو اللي تيحتكر كاس افريقيا باستغلاله الانخفاض المستوى العام ديال القاره الافريقيه. اليوم لازم عاوتاني نذكروا نفس بان استغل يعني اسوء نسخه الوداد هي هذه في ظل الظروف، تغيير مدربين، عده اشياء، 4 مدربين، وبالتالي تنظر على ان هذه نقطه ايضا لعبات عكس على المؤسسه الوداد. تنتمنوا على ان الوداد تصافق في اسرع وقت، لان ربما اليوم يعني اللي تحسرنا عليه وهي ضياع الكاس، لان كان يعني في فتره من الفترات ديال هذه 90 دقيقه يعني كانت تفصلنا 10 دقائق ما حافظناش على الهدف. وبالتالي هنيئا دائما للاهلي لان تيبقى يعني فريق كبير، وهنيئا الوداد لان ربما هذه الحقبه هذه ذهبيه. نتمنى من الله ان يكون تعزيزات الموسم المقبل ان شاء الله، ونلعبوا ايضا على الكؤوس ان شاء الله. ان شاء الله. حموده نرجع معك الهدفين، الهدف واحد بالقاهره، هدف بورا كان مهم جدا، لكن شخصيا ربما كان التفاؤل، وهذا حسيت به من خلال الشارع المغربي، من الجمهور المغربي، كان تفاؤل مبالغ فيه شيئا ما، وكاننا غادي نلعبوا مع، صحيح ان فريق وداد حقق نتيجه ايجابيه في نصف النهائي واقصاء لواحد من ابرز المرشحين في البطوله اللي هو سان داونز، لكن ما يمكنش غادي تعاود نفس السيناريو وانت منهزم، راه جيتي بالهزيمه. كان ربما تفاؤل مبالغ فيه شيئا ما. حنا كمغاربه كنا متفائلين شيئا ما، وهذاك لادوز ديال التفاؤل رجعت علينا بخيبه الامل شيئا ما من بعد. بالعكس، شوف اليوم كتكون مباريات ديال النهائي ديال عصبه الابطال الافريقيه كتلعب جزئيات بسيطه، ما كتكونش النتيجه كتكون كثيره ديال التهديف، 1-0 كاع 2، يعني هذه اللي كتكون في لو توب كاع. وشفنا كاع حتى في المباريات ديال الفينال ديال الشامبيونز ليغ بين مان سيتي وبين الانتر ميلان، وهذا هو المباراه اللي كيتلعبوا جزئيات بسيطه، يعني عامل ديال ملي كنقولوا التحضير الجيد، لا بريباراسيون ديال الماتش كتبدا يعني جميع السيناريوهات محتمله. يعني كنشوف مثلا القوه ديال الفريق الخصم، كنعرفوا يعني بارمي لي كلي ديال الاهلي هما لي كود بياريتي. كنعرفوا يعني علي معلوس انا انترناسيونال تونيزيان، يعني يجيد ضربات ثابته خاصه في البريمير بوطو، يعني شفنا هو شيء تكرر، يعني شفنا اللي كان الصومبو في لازون، يعني نورمالمون كان انجو اللي كان مع عبد المنعم كان يمشي معاه، ما يخليش يدوز قدامه، لقاش اين فو ملي كيدوز قدام داك لاطاك، قدام داك لوم دو باز، راه حتى واحد ما بقى صالح حتى شي حاجه ديك الساعه. يعني نورمالمون كان اللي كان معاه في الماركاج كان خصو يمشي معاه. كان قضيه كره القدم الوداد يعني قدم فضل يعني هذا تبقى مسار كبير فريق الوداد الرياضي، ما نكروش لانه قصى فرق عملاقه كبيره، يكفي ذكر سان داونز، تنافس مع فريق الاهلي المصري اللي كيف ذكرنا فهو منتخب ماشي فريق عادي، فهو كيضم مجموعه من اللاعبين في المنتخب المصري. يجب الاشاده بهذه المساله هذه اكيد بوعبيد من خلال تتبعنا لمسار فريق الوداد الرياضي على مستوى البطوله الوطنيه، كذلك على مستوى الشامبيونز ليغ، خاصه عصبه الابطال، انطلاقه في دور المجموعات متذبذبه شيئا ما، لكن فريق الوداد الرياضي يعني نقولوها بصم على اداء موفق الى نهايه المشوار الافريقي. صحيح، في الظروف اللي ذكرناها وذكرها الجمهور، وعارفه حتى جمهور الاهلي والفريق الاهلي، لان الوداد هذا الموسم هذا مر بزاف ديال الصعوبات. تنظر على ان الوداد اصبح بحال الاهلي تيلعب بالارث ديالو، الارث الكروي اللي راكموا على مدى 8 سنوات بعد الجيل الذهبي. شفنا يعني من يعني باقل مستوى تعرف كيفاش يفوز، وخير دليل على ان خرج اقوى فريق بالنسبه لي هذه النسخه هذه هو سان داونز، يعني كيفاش احتكروا كيفاش فاز عليه. وبالتالي تيبقى كره القدم فينال تتلعب بجزئيات، كانت اخطاء يعني لاعب غيدوز منعم امام لاعب دو باز اللي العين ديالو على الكره ما غيشوف شنو واقع من المورا. تنظن ان التمركز كان خاطئ من لاباز من المنبع، كان يتراقب اللاعب لان منعم خرج من البرويان بوطو، وهنا لما تيدوز تبقى ديفياسيون، اما تماركا اما تضرب في لاعب من الوداد وتدخل خطيره. وبالتالي تنظر ان لحظه من اللحظات هما الجزئيات، يعني في تطيح الفكره اما تاخذها ايجابيه اما سلبيه. هنا كانت سلبيه بالنسبه للوقفه ديال اللاعبين، قدر منعم انه يخطف الكره ويسجل، وبالتالي تتبقى مسار لا تحدثنا على المسار العام ديال الوداد في ظل الظروف، مسار جيد لعب بديك الارث الكروي ديالو. ولكن للاسف لان تنتحصروا حتى
الاهلي اللي هو محتكر هذا كاس افريقيا راه حتى هو ما داز بصعوبه، كان غادي يتقصى وتلاقى يعني في النهائي يعني بالصدفه، ربما نقدروا نعتبروه مشى بالصدفه. يعني المسار او خريطه الطريق اللي لعب فيها الاهلي كانت اسهل من خريطه الطريق اللي لعب فيها الوداد بحكم تواجده مع سان داونز، ولكن هانئا ليه تيبقى فريق كبير. نعم، وهذا هو اللي نتوجه به الحموده، هو ان كان مسار الاهلي المصري كان معبد نحو اللقب، لان شفنا سقط امام سان داونز بخماسيه، مجموعه من العقبات، لكن بقى غادي حتى وهذه من الجزئيات اللي كنا كره القدم فيها واحد نسبه كبيره من الحظ كتلعب الفريق على حساب فريق اخر. لان رجعنا السيناريو حتى ديال الرجاء الرياضي كون تسجل ضربه جزاء ديال بوزوق، تكون كلام اخر وغيكون سيناريو اخر. بطبيعه الحال يعني ملي نقولوا فريق ديال الاهلي كنظن فريق اللي مر هذا الموسم يعني مر يعني من فترات صعيبه، خاصه في دور ديال المجموعات. يعني كنظن الانسان يعني دار لا كوريكسيون ديال الاخطاء اللي وقع فيها مع توالي المباريات. كنظن المباراه ديال الرجاء البيضاوي كان يعني كون ضربك ضربه ثابته اللي كان ضرب النهار كنت سجلات، كان اللي كان حيدها الشناوي، كون غتكون يعني سيناريو مغاير. كنظن هذه كره القدم، فريق الاهلي فريق اللي كيتعلم من الاخطاء ديالو. كنظن يعني صدم بالوداد المباراه ديال النهائي، حنا كنوهوا باللاعبين ديال الوداد بهذا المسار ديالهم في هذا الموسم هذا. كنظن بالنسبه لي انا شخصيا يعني الاهلي يعني عرف كيفاش يخون يعني يسرق الانتصار من الدار البيضاء. يعني كتعرف ديك الجزئيات بسيطه ملي كنقولوا ملي كتلعب يعني فينال ديال النهائي ديال لا تشامبيونز ليغ، يعني خصك تبريباري مزيان كوم يلفو. يعني شفنا الوداد كانوا كما كنقول يعني في الاول كونترولاو الماتش كوم يلفو، يعني او نيفو يعني لا بالنسبه للدفاع لا بالنسبه للهجوم. شفنا يعني كان بلوك كومباكت، لا بالنسبه للبوهره ولا ونجم، كان لا بالنسبه ملي كتكون عندهم الكره كيفاش كيرجعوا كيساندوا الدفاع. شفنا يعني الثنائيات اللي فاز فيها يعني يعني العملود مع الشحات، كذلك الثنائيه بين يحيى عطيه الله وبين بيرسيطاو. يعني خلقوا جميع يعني القوه ديال الاهلي. يعني كنقولوا لو بلون جو ديالهم هما يعني بلوكاو، وقع لهم ان بلوكاج. كنظن يعني السيناريو الثاني وهو لي شونجمون اللي داروا، يعني ديك الساعه خرج لو دوزيام بلون ديالو هو لو جو ديريكت، يعني اسبيروا اللعابه ديال الوداد وكيلعبوا لهم في الظهر ديالهم. دونك نجحوا في بعض الفترات، وكنظن هي جات منا يعني الزاويه. كنظن هذه كره القدم. الان فريق الاهلي يعني من الفرق الكبيره، وخير ديالو هو الوصول ديالو النهائي، يعني فاز في مدينه الدار البيضاء. كنظن هي كره القدم. بالنسبه للوداد يعني اللاعبين قدموا واحد المستوى رائع جدا، المسؤولين يعني وفروا جميع الظروف. كنظن هي كره القدم فيها فائز وفيها منهزم. نعم. كنظن الوداد خروج ديال حنا غنقول لك خروج مشرف، مشرف نعم. على جزئيات بسيطه. يعني نعم. كنا حتى الدقيقه 70 كانوا مكونترولي الماتش كوم في واحد الوقت. اللعبه ديال الاهلي خرجوا من الماتش وشفنا النرفزه حتى على يعني البونتوج ديال الاهلي على المدرب كولر. شفنا كيفاش تي واحد الوقت خرج من الماتش. كنظن ديك النقطه ديال التحول هو واحد الوقت مني الاربيط يعني تيسيمانو وقف الماتش. كان ديك الساعه كان لي فوموجين بحال ريكيبيرو بحال راجل الاوراق ديالهم هذيك اللي عطاتهم واحد الدفعه اللي رجعوا في المباراه وسجلوا من هدف ديال التعادل. كنظن هي كره القدم. ف يعني مبروك للاهلي وهارد لك الوداد ان شاء الله، ومازال استحقاقات قادمه ان شاء الله يكونوا احسن ان شاء الله. وما تعلموا كذلك من النسخه الماضيه هنا في مدينه الدار البيضاء هدفين ديال المترجي، وبالتالي الفوز باللقب. اليوم اللقب كيرجع للفريق الاهلي، هذه كره القدم. لكن اليوم كيحقق فريق الوداد الرياضي اللقب، يكون المره الثالثه على فريق الاهلي المصري، الشيء اللي ما كانوش غادي يتقبلوه يعني اللاعبين ولا كذلك الجمهور ديال الفريق الاهلي المصري، وجاو مصرين على انهم يكسروا هذه القاعده اللي ولفها لهم فريق الوداد الرياضي، هو ياخذ لقب فريق الاهلي المصري. صحيح. الا جينا ناخذوها بهذه العباره، لان الوداد الفريق الوحيد اللي خرج من الجنب الاهلي، لان الاهلي كان مسيطر على مدى سنوات. جا واحد الوقيته فتره من فترات قصيره احتكار الترجي، ولكن خرج الوداد وخدا جوج ديال الكؤوس نهائيات الاهلي، وبالتالي كان موجد الاهلي جاي للدار البيضاء يعني على انه يلعب مباراه باش يكسر هذاك الاستمراريه ديال النهائيات بالنسبه للوداد. ما نساوش على ان المدرب ديال الاهلي لعب تحت الضغط، ربما كانت وربما اخر مباراه ليه لو كانت نتيجه يعني في صالح الوداد اليوم كان غادي يخرج. وبالتالي لاعبين نهايه حقبه مثلا الكهرباء افشا بزاف ديال اللاعبين غادي يخرجوا من الاهلي، كانوا بغاو يربحوا هذا الكاس. الا مشينا للتفاصيل المباراه وجزئيات ديالها صغيره، الاهلي تا هو قدم مباراه كبيره في اخذ الكره الثانيه، يعني 16 ولا 17 كره ربح من الوداد الكرات يعني اللي تتسقط الكره الثانيه ربح من الوداد فقط يعني كره واحده. ديانك قدم من اجود المباريات ديالو في هذه النسخه، لاعب وسط الميدان اللي كان يعني تيدير
بوكس تو بوكس، كان تياخذ الكره تيمشي. في واحد الفتره من الفترات اللي كانوا الفريقين يعني انهكوا من العياء ديال المباراه، هو كان الواحد اللي تيقدر يعني يلعب في 40 50 متر و 60 متر بعمليه الركض بالكره او نقل الكره يعني شخصيا ماشي بالتمريره. وبالتالي تنظر لان هادو فوارق وجزئيات تيلعبوا في النهائيات. فهنيئا الاهلي تيبقى فريق كبير، وهنيئا او هارد لك الوداد اللي غادي يهيكل الفريق ديالو التعزاز ديالو ويرجع عاوتاني للسيطره ان شاء الله. نعم. حمود رجع معك المعركه ديال وسط الميدان، شاهدنا انه كان مخنوق وسط الميدان لا ديال فريق الوداد الرياضي ولا كذلك الاهلي المصري، وبالتالي شاهدنا اغلب الكرات كانت كدوز من خاصة من الجناح الأيمن ديال فريق الوداد الرياضي، عندنا تفاهم كبير ما بين محمد أناجم وكذلك العملود. وبالتالي شاهدنا مباراة يعني مباراة ديال النهائي كيف ذكرتي، ما فيهاش أهداف كثيرة، ما فيهاش مجازفة كبيرة من الفريقين معا، لكن التفاصيل الدقيقه هي اللي بتسمت الفريق الاهلي المصري في الاخير. فبطبيعه الحال غادي تقول المعركه ديال وسط الملعب يعني سيرتو اللعبه ديال الاهلي كانوا دايرين دي بياج بالنسبه للاعبات الوداد. علاش؟ لانه كان ملي كانوا كيبريسيو لو تيب ديال البريسين كانوا كيديروا بريسين بوزيسيونيل، خاصه يعني دو بريسيون كانوا كيديروا. كان ديما كانت ثنائيه ديال الكهرباء مع احمد فتحي، يعني هاد لو دو هادو كانوا ديما تيخليو اوبليجيو اللاعبات الوداد يلعبوا يعني في الانتيريور ديال لاك. ديك الساعه كان مروان عطيه وكان ديان كانوا كياخذوا كاع لي بالون كانوا كياخذوهم. ديك الساعه الوداد ملي يفطنوا ولاو كيديو الكره في لي كيديو الكره يعني كيروضوا الكره في العرض ديال الملعب كيفيكسيو كيرونفيرسيو. وخاصه يعني كما قلت لك الثنائيه ديال يحيى ديال محمد أناجم ومع العمل عطات بزاف ديال الاكل ديالها. شفنا الوداد كان كيهاجم تما بزاف وكان كيشكل خطوره كثيره ضد مجرى اللقاء. الوداد نوع بارفوا كيدوز من لا دروات بارفوا كيدوز من الكولوار غوش بين الثنائيه ديال يحيى عطيه الله وديال البهره. علاش؟ انه هو فضل في يعني التكتل ديال وسط الملعب ديال الاهلي اللي ما خلاتك الكره تدخل الفلاكس. كنظن لانه هو هذاك هو لوبجيكتيف اللي كان. علاش؟ لانه كان اللعبه ديال الاهلي يعني كان كيرغموا اللاعبات الوداد انهم يلعبوهم فلاكس وياخذوا يفكوا الكره ويمشيو في لي كونتر. يعني مشاو في لي كونتر ديك الساعه كيكون الصعود كل من يحيى عطيه الله والعملوا شكون يبقى ديك الساعه في لا زون ديفونسيف ديال الوداد كيبقى غير فرحان وتيبقى زولا. يعني الوداد فطن بانه كانوا دي بياج ديك الساعه. الوداد ما بقاش كيلعب كره في لاكس ولا كيلعبها على الاطراف، ومنين ولا كيلعب على الاطراف هو كنكري لو دونجي. كنظن الوداد ناور من لا دروات من لا غوش كما قلنا في مباراه ديال الاهلي راه فريق ماشي فريق اللي سال، فريق راه منظم، فريق راه فاز على الترجي يعني بثلاثه في تونس وفاز عليه يعني بجوج لزيرو ولا بجوج لواحد في القاهره. دونك فريق الاهلي كان بريباري لو سيناريو ديال الماتش، عاش واحد الضغط رهيب وتيبان المحايله ديال اللاعبين وحتى لا كان عندهم واحد الارتباك. ظن هادو جوار انترناسيونال كيلعبوا يعني مع المنتخب المصري. الوداد يعني كنظن سيطرت على الشوط الاول واحد والشوط الثاني في 21 دقيقه كما قلت. يعني لو دوزيام بلون جو ديال كولر يعني هو الاعتماد على سحب اللاعبين ديال الوداد ويلعب في الدار ديال المدافعين. كنظن تبان ديك النوايا ديالو كما قلت لك. كان جوج ديال الحلول الا وهو يعني تصوبي ديك ليموراجي ما تخليش اللعابه ديال الاهلي يلعبوا لو جو ديالك، خاصه يعني ياسر ابراهيم ولا عبد المؤمن يعني ما يلعبوش لو جو ديالك ولا محمد فتحي. يعني ملي بان ديك الساعه اللي كيلعبوا لو جو ديالك ديك الساعه دونك راه ضروري غادي تكون واحد الالتحامات هوائيه. دونك غيكونوا دي ديفياسيون غيكونوا دي كورنر. كنظن الاهلي استغل من ضربات ركنيه. كنظن يعني لانه بحال مثلا بحال في هاد لي ماتش هادو خصك تقرا حتى يعني لي كود بيار بارمي لي كلي راه لي كود بياريتي. كنظن الوداد على العموم يعني في لي 4 مومون دي جو لا بس التنظيم الدفاعي ولا الهجومي ولا في لي فاز ديال لا ترانزيسيون ولا في لي فاز ديال ترانزيسيون اوفونسيف اي ديفونسيف كان مزيان. مي في الكود بيرتي يعني كنظن يعني في واحد الفتره ديال الصون لا بوزيسيون ديال سامبو لا بوزيسيون ديالو كان خص تكون لا بوزيسيون 3 كار ماشي يكون كيشوف الكره باش كيشوف شكون اللي يجوا لو جوار لونسي. علاش او مومون يدير لي ان بلوكاج. كنظن حنا كنعرفوا يعني عبد المؤمن انه سان جوور اللي كيماركي يجيد يعني الضربات الراسيه كيعرف يلعب بالراس ديالو. تنظن الوداد يعني رغم هذه المعطيات كامله فكنظن قدم مباراه يعني كنظن ما يعني هذه الكره يعني ملي كتوصل للمباراه ديال النهائي راه كتلعب بزياده بسيطه. نعم نرجع معك بوعبيد الحارس المرمى الشناوي وهذه كتنضاف للخبره اللي تحدث عليها حموده بن شريفه لانه لاعبين كلهم عندهم واحد الخبره تجربه كبيره على مستوى نادي الاهلي على مستوى كذلك المنتخب المصري. نعرفوا ان الحارس
الا ما لعبش واحد المده ما كانش يعني داخل في المنافسات والمسابقات كذلك المباريات، ما كانش كيكون كيفقد واحد الشيء من ديك الطراوه ديالو من الخبره. لكن هنا في هذه المباراه ما بانش هذه المساله هذه، رغم انه كان تعود في مصطفى الشناوي في اللقاء دابا. ما كانش ربما الكل ما كانش تينتظر ان الشناوي يلعب. حتى في الندوه الصحفيه تردد لما طرح عليه صحفي مغربي واش غادي يلعب الشناوي، تردد يعني قال ربما يدخل ربما ما يدخلش، ولكن الدخول ديالو اليوم كان ايجابي خصوصا في الكرات العاليه. شفنا كيفاش هنا الدور ديال القائد اللي فقدوا هذا الدور ما كانش عندهم في صحيح سي طارق، انا معاك 100%. يعني كيفاش قدر انه شحال من كره تيخرج ياخذها بهدوء في اللحظات الاخيره تيطمئن اللاعبين ديالو. هنا فرحه ديال الاهلي. تنظن على ان سوغ لو بلو تكنيك الا جينا ندقوا في المساله اليوم فغنشوفوا كولر المدرب ديال الاهلي قدر يفصل الخطوط. يعني شفنا جوج ديال اللاعبين اللي كانوا مؤثرين في وسط اللاعبين ديال الوداد، يعني وسط الميدان جبران اللي كان يعني تيقدر كيفاش يشد الكره باريحيه، وايضا بوهره في الشوط يعني الاول وبدايه الشوط الثاني. باستثناء هادو قدر كولر انه يفصل الخطوط. ما شفنا سامبو يعني عزلو ما خداش كوري بزاف، حسونا ايضا تعزل ما قاش كره بزاف. هنا انخفضت القوه ديال الوداد، وبالتالي تنظر لان ذكاء اللاعبين لي زانترناسيونال ايضا ديال اللي تحدثت عليهم السي طارق تيقدروا كيفاش يضبطوا النفس، كيفاش بغاو يدخلوا يعني ينرفزوا الحكم وينرفزوا اللاعبين ديال الوداد، ولكن استقبالهم للهدف خلاهم يعني يدخلهم الشك، وقدروا على انهم يضغطوا الحكم. لانه فتره من فترات الحكم قدر انه يخرج من المباراه ولا تيصفر اخطاء اللي ما واضحاش. كان تخوف وحنا كملاحظين على انه يقدر يرتكب اخطاء، وبالتالي تنظر لان التجربه اليوم لعبت دور زائد دكه الاحتياط. لا جينا نتحدثوا على عبد القادر افشا والسوليه ومحمد بن شريف ورامي ربيعه اللي دخل كخامس مدافع او ثالث مدافع، لانه في الاخير لعب بخمسه يعني في عمق الدفاع. هذه تجربه تفاصيل صغيره لعبت في المباراه، ان شاء الله يتعلموا منها لاعبين الوداد اللي ربما ان شاء الله يكون تعززت الموسم المقبل، ولا لما لا نرجعوا ان شاء الله لاحتكار الكاس افريقيا. نعم لما لا. وهذه يعني حتى على مستوى صيروره او مسار فريق الوداد الرياضي في السنوات الاخيره دائما كيوصل المباريات المتقدمه، وصل كذلك خدا كاس السنه الفارطه امام نفس الفريق فريق الاهلي. فريق الاهلي متعود على مباريات نهائيه، على الادوار كذلك الطلائعيه على مستوى البطوله المصريه، كذلك مستوى عصبه الابطال. وهذه الدروس اللي خصنا نستخلصوها من الفرق الكبيره، لان دائما كره القدم هي هذه، دائما ما فريق غادي يفوز، ما يمكنش غادي يكون الفريقين يتوجوا في نفس الوقت، هذا مستحيل. الشيء اللي كيخلي ان الفريق يشتغل مره اخرى ونشوفوا ربما نسخه افضل بكثير من هذه النسخه ديال الموسم. بطبيعه الحال نقولوا الوداد كنظن واقع اول فريق عربي وافريقي يعني كيوصل 5 مرات متتاليه يعني نصف نهائي وعصبه الابطال الافريقيه، والسنه الثانيه على التوالي كيلعب يعني النهائي. يعني من نقولوا الوداد راه كاين واحد خدمات تعملات يعني من قبل، يعني او نيفو ديال الريكريتمون او نيفو حتى تسريح اللاعبين. يعني ملي كنسرح اللاعب كنقلب على الدوزيام يعني شكون غادي في المكان ديالو. شفنا يعني ملي مشى يعني بنزا يعني جا سامبو، كذلك مشى اشرف درجه زولا اللي عطاو واحد الثنائيه وعطاو واحد اللي كيبان او نيفو ديفونسيف، سيرتو ملي كان هو سان اناك سونترال غوشي يعني كيخرج يجي يعني تيجي يلعب بالرجل اليسرى ديالو، لا قصير ولا طويل لو جولون. يعني بدنا نقولوا الوداد بالعكس هذه هي كره القدم، راك وصلتي النهائي. قلتي واحد الكلمه مهمه، يعني النهائي راه فيه ديما فريق اللي كيفوز فيه، يعني هذه هي كره القدم. الوداد قدم مباراه مزيانه كما قلت لك، يعني حتى الدقيقه 70 خروج كنظن لونتيسيباسيون ديال كولر هي اللي عطات الفكر ديال المدرب، عطات واحد لو بلوس وتا لا يعني لي بيس دو روشونج ديال الاهلي. ملي نقولوا لعبه في البونتو شكون نقولوا افشا، غادي نقولوا السوليه، غادي نقولوا يعني شريف، غادي نقولوا عبد القادر. هاد اللعبه دي زانترناسيونال هادو. نعم. وشكون اللي خرج؟ فريق اخر ولكن الوداد نقولوا بوهرا سان جون 2001 راه دار اكسلون ماتش او نيفو اوفونسيف لا ديفونسيف. العملود كذلك يحيى عطيه الله الجبران لعبه قدموا مباراه كبيره. هذه كره القدم كتلعب جزئيات بسيطه، راه ماشي الوداد راه انهزمت يعني بسذاجه ولا انهزمت يعني يعني بطريقه تلقات اهداف كثيره. لا، الوداد لعبات كانت مدافع على شخصيه البطل، كانت حاضره، اللاعبين قدموا مباراه كبيره. كنظن الدعم المعنوي اللي قدموا يعني الناخب الوطني سي والد الركراكي، كذلك سي فوزي القزع يعني اللي كان صار على الفريق، دون ان ننسى يعني العمل كوبي سعيد النصيري. يعني بكل صراحه الوداد راه الوصول النهائي ماشي جا عن طريق صوت، ما تصدق عليه حتى شي واحد، راه مر من فترات صعيبه كما قلت غير مدربين، ولكن كانت ديما الشخصيه ديال اللعابه، كانت لي جوار كادر
كنقولوا العمرود، كنقولوا جبران، كنقولوا عطية عطية الله، الله، نعم. الحسوني، كنقولوا مترجي، كنقولوا اناجم، كنقولوا يعني التقناوسي. هادو اللعابه كاملين اللي كيعطيو ليكليبر للفرقه. راه اللعب ما واحد منتخب اللي هو اللي كيلعب كيشكل الدعم ديال المنتخب المصري اللعبه ديال الاهلي. كما قلتي يعني بالنسبه يعني الحارس المرمى اللي كنظن ما كانش غادي يلعب ولا كيلعب، هنا كيجي له رول ديال كتكون داك الاكسبيريونس، كتكون ديك التجارب، كتراكم واحد التجارب كبير جدا. نعم. وكيعطيهم حتى او نيفو، تعطيهم حتى ليكيليبر او نيفو ديال تعطي حتى الثقه للفرقه. شفنا يعني مصطفى شوبير المباراه يعني ديال الذهاب، يعني بعد انتهاء المباراه كيبان بحال يعني كان عليه واحد الضغط كبير. شفنا كلشي مشى لعنده، ولكن يعني ملي كتلقى الشناوي حارس اللي كنقولوا عارين ديال منتخب مصر، نعم. كيلعب مع الفريق، مع النجوم ديال مصر، مع محمد صلاح، مع اللاعبين الكبار. الوداد راه حرج الاهلي، راه ماشي خدا يعني استهزئ عليه يعني بدي فاز جوي، راه نعم. ضربات ثابته وارده في كره القدم. نعم. ونفس الضربه اللي تحدثت عليها نقطه مهمه، هي نفس العمليه اللي تنفذت ضد فريق الرجاء الرياضي في نسخه ربما السابقه، كان تم اقصاء الفريق الرجاء بنفس العمليه. معلول، عبد المنعم ضربه راسيه وراء الزنيتي. رجع معك كذلك المراحل، فترات الفريق الوداد الرياضي اللي مر منها كذلك هذا الموسم، واللي اعطات واحد الدفعه معنويه الفريق ككل. اصابه رضا التقناوتي مع المنتخب الوطني المغربي، واللي كان مجموعه من علامات استفهام حيره كذلك الجمهور الوطني ديال الفريق الوداد الرياضي، انه شكون غادي يعوض التقناوتي. كنعرفوا القيمه والوزن ديال التقناوتي في فريق الوداد الرياضي، لكن يوسف مطيع خرج صنع الله نفسه واحد الاسم في واحد الظرف وجيز، وبين على ان كاين الخلل في فريق الوداد الرياضي. صحيح، وتحدثنا عليه يعني بغض النظر على ركلات الجزاء اللي تصدى لهم في مباريات حاسمه، فظهر بواحد المستوى عالي. هنا الهدف ما نقدروش نحملوا المسؤوليه، لان الخطا كان من المنبع، والكره الديفيات يعني مشات في الدوزيام بوطون، صعيب على انه يعني ياخذها. وبالتالي الحديث على مطيع، فرجعنا نحدثوا على الشناوي يعني بالتجارب اللي راكمها. فاليوم لا درنا يعني بقى بعامل المقارنه، فعندنا مطيع بحال الشناوي يعني شاب قدر على انه يحمي عارين الوداد في ظروف صعبه في غياب تقناوتي. فهذه النقطه الضوء بالنسبه هذا الموسم، لان اصابه تقناوتي الكل كان متخوف. يعني كاين حارس اخر ثالث اللي هو شاب، ربما مؤسسه الوداد دخلات مطيع، لكن مطيع كان قدر يعني كان قد المهام اللي عطاوها ليه المؤسسه. وعندنا حارس لا خوف على عارين مريد، الوداد، نعم. وايضا مريد اللي جاي في الطريق. نعم. كاين مريد وكاين مطيع، فبالتالي تنظن على ان هنيئا للوداد قدم مباراه كبيره، لعب امام فريق اللي عنده تجربه، كان فريق اللي ربما كما ذكرت يا سي طارق يعني يتحق بهاد اللاعبين بزاف، ما بغوش يخسروا يعني اللقب ربما الاخر ديال بعض اللاعبين اللي غيغادروا الاهلي. وبالتالي مباراه لعبت على جزئيات صغيره، سجلوا فيها لاعبين مدافعين بركلات ثابته. هذا هو الفينال. وما بين هذه التفاصيل الدقيقه حموده، حنا كنشاهدوا المباراه حتى الالتحامات الهوائيه مع الحارس يوسف مطيع، كانوا اللاعبين المصريين النيه انهم يصيبوا الحارس، لانه عارفين دارسين الفريق ديال الوداد الرياضي بالتفاصيل الدقيقه، عارفين ان مريد حارس ماشي في قيمه حارس يوسف مطيع. وبالتالي هنا كيبان لك الخبره والتجربه ديال اللاعبين المصريين اللي كانت ربما ما كان القراءات تختلف، الجمهور كل واحد ولا عنده كيفاش الرؤيه ديالو، متابعين التقنيه وحنا كنتفرجوا، لان اللاعبين راه لاعبين على الحارس كيحاولوا انهم يصيبوه، لان عارفين ان مريد ربما كتنقصوا التجربه بشكل كبير وما يكونش في نفس المستوى ديال يوسف مطيع. بطبيعه الحال لانه ملي كتلعب مباراه كره القدم خصك جميع الاحتمالات. دونك انا ديجا بالاكسبيريونس اللي لعبت في الكارير ديالي وطونك اكس جوار انترناسيونال ولا مع الوداد ومع الفاتح ولا مع تطوان، يعني ديما كتمر من بعض الفترات كتشوف دي بروبليم تيوقعوا في المباريات. يعني واحد الوقت يعني كما كنا كنقولوا في الاوف كنشوف المباراه، شفت الالتحامات ديما احمد فتحي كيمشي عند الحارس مطيع. انا قلت لي انه هو بارمي لي كلي اللي عند الاهلي، كنعرفوا الاهلي يقدروا يحطوا جميع السيناريوهات المحتمله. تقدر تلقى مثلا واحد الدقيقه 80 لو ما مسجلوا الهدف يقدر يمشيو بليسو لك الكارديان. هذه وارد، يعني هذه داخله في كره القدم. يعني نعم. يمشي في اون ديال التحامات هوائيه ويقدر يضرب لك الكارديان ويتبليسا. دونك شفتاتي وكنا اتينا هاد لاتونسيون ديالها. مي كنظن كيف ما قال بوعبيد
الوداد هذا الموسم دار بحال اللاعبين كبار، نقولوا موطي، نقولوا زولا، غادي نقولوا بوهرة، نقولوا عبد الله حيمود، اللاعبين اللي ديما كيبريباريو لا غوليف ديال الوداد، والوداد ديما لانه هاد اللاعبين خداو وصلوا للنهائي. غنقولوا موطي الموسم الماضي كان كيلعب فريق شباب المحمديه، اللي فريق اللي منظم، فريق اللي خدا واحد لاكاسكيت دانا كلوب فورماتور، تيكون اللعابه الان ولا تعطي اللعابه الفرق الوطنيه. شفنا يعني بوهرة اللي كان في المحمديه ومشى للمغرب الفاسي وانتدب الوداد، كذلك يعني اسماعيل المترجي، كذلك يعني زولا، يعني يوسف مطيع كذلك. مطيع بطبيعه الحال. هاد اللعابه كاملين ربحتهم الوداد. واحد الوقت كانوا كيلعبوا في واحد المستوى نقولوا او نيفو ديال البطوله، ولكن لعبوا او نيفو عالي جدا. ما تلعب مثلا مع الاهلي، راه مطيع راه ربح كره القدم المغربيه، ربحنا ان كارديان، كنعرفوا لي كارديان ساكورسي في المغرب عندنا، يعني كنقولوا هذا لي كارديان. انا كان هو اليوم في اللائحه ديال الوالد كذلك، يعني لكل مشاهد نصيب. وهذا الحارس هذا اللي مر من فترات اللي كانت صعيبه عليه، ولكن اللي مشاهدين يعني غينا الحظ ديالو. وهذا ثاني اكزومبل بالنسبه لي جون، لانه راه يلسوف مشي لواحد لو كلوب، مشي ان كلوب اللي كيلعب مثلا يلعب في لو مانتيان، ولكن نخدم على راسي ونطور راسي ونكون عندي لوبجيكتيف ديالي نمشي على مستوى. هادشي ينطبق على موطيع وينطبق على زولا، وكذلك على بوهرة، اللي اللاعبين الان ولو كيشكلوا الدعامه ديال الفريق. فالوداد على العموم كنقولوا موسم في هاد الشامبيونز ليغ حتى واحد ما كان كيتوقع ان غادي يمر من، خاصه بعد المباراه ديالو ضد فريق سان داونز، التعادل ديالو ب9 ديال اللعابه. نعم. شنو المباراه هيتكوكي اللي لعب تمايا في بريتوريا ما بين سان داونز، كيفاش جوج الهدفين. الوداد يعني الشخصيه ديال البطل كانت حاضره. كنظن في هذه المباراه ديال النهائي نعم. كما قلنا لعبت على جزئيات بسيطه جدا، مي كتبقى ديال كره القدم. فاحنا ما عندنا ما نقولوا الا نصفقوا الفريق الاهلي وهارد لك الوداد، وان شاء الله مازال استحقاقات قادمه ان شاء الله. ما بين التفاصيل تكلمنا على الحظ، وتكلمنا كذلك على الطريق اللي كانت ربما مفروشه للورود بالنسبه للفريق الاهلي المصري. بالعكس الوداد الرياضي كانت تاع التراث. تحدثنا على رضا التقناوتي، الاصابه ديالو، تحدثنا مجموعه من الامور. ما بين الامور كذلك اللي تارتني خلال هذا المسار ديال فريق الوداد الرياضي هو حيمود يلعب مباراة كبيرة في بريتوريا ضد سان داونز، وكان الإعلام المصري كله كيتحدث على هذا اللاعب لأنه كان مفتاح ديال وسط الميدان. في غياب الحسوني اللي المستوى ديالو نقولوها بكل صراحة ماشي هو الحسوني اللي كنعرفوا سنوات هذه، لكن حيمود في بريتوريا المصريين ملي شافوا تحدثوا عليه بكثرة. ملي كتجي في مباراة الجورجي كتجي كتصاب المسرانة الزايدة، نعم، كتدخل المستشفى. وهذه أمور ربما دخلت هذه التفاصيل مهمة سي طارق. تتوقع يعني ربما قوة الوداد تكمن في قوة هذا الحسوني فاش يكون في لافورم ديالو. انخفاض المستوى الحسوني، إقحام حيمود، نعم. يعني الكل يعني تفاجأ بالمستوى ديالو، الكل كان تينتظر على أنه غيلعب المباراة النهائية، وبالتالي تنظر لأن كاينين تفاصيل أخرى اللي جينا ندقوا فيها، وهي يعني هذيك المواجهات المتكررة لا ما بين الوداد أهلي الوداد سان داونز، تعطيك واحد التماثل في التكتيك. ما تبقاش قراءة مدربين أكثر ما هي قراءة لاعبين، كل لاعب وقاري اللاعب الآخر. تولي مواجهات فردية داخل واحد المباراة اللي هي ربما كانت عطاوها تفاصيل المدربين التكتيكيات، تولي قراءات أخرى. وهذو كامل المعطيات شفناهم يعني في النهائي، جزئيات اللي لعبت في النهائي. حموده بن شريفه نمشيو لتصريح رضا التقناوتي بعد المباراة. اول حاجه تنبغي نشكر اللاعبين وتنبغي نشكر الجمهور على الاداء اللي قدموا اللاعبين. كما كتعرف كره القدم هي هذه، الدراري ما داروا اللي بجهدهم، والحظ راك كتعرف بعد النوبات ربي ما كتبش لينا هاد لاكوب. مي مازلنا ان شاء الله الشامبيونا ولا كوب دو ترون ان شاء الله يتقاتلوا عليها الدراري باش يجيبوهم ان شاء الله. خويا الحياه هي هذه، فيها بليسور، فيها هذه. مي كنبغي نشكر جميع اللاعبين على هادشي اللي قدموا في الشامبيونز ليغ، وانا نفتخر بهم وهزوا سميه الوداد باش يكونوا واحد جينيراسيون. جو بونس كو سي لا ميور جينيراسيون اللي دازت في الوداد باش يلعبوا تقريبا. كاين اللي لعب 3 فينالات ديال الشامبيونز ليغ وداه بزاف ديال الالقاب. كنتمنى من الجمهور، عارف باللي انا كنعرف جمهور الوداد كيامن قبل الالقاب، ولكن الكره هي هذه، خص دابا كلشي يوقف مع الدراري ويشجعهم. وجمهور الوداد راه ما تيبقاش على اللاعبين ديالو بالتشجيعات ان شاء الله باش يحققوا داك الشيء اللي بقى في لي كومبيتيسيون. مدة تصريح واضح. كرة القدم هي هذه، في رابح فيها خاسر. الفير بلاي اكيد هو انه الروح الرياضيه اللي كتسود في الاخير. ايوا شوف، لانه التصريح ديال الخاص كل شيء.
اللي قلنا في الاول علاش ان الوداد دار ان باركور اكسبسيونيل في ظل يعني الاكراهات اللي كانت مثلا لي بليسير كما قلنا تاكناوتي كما عبد الله حيمود ان سيرتان طون كان مترجي يعني ان سيرتان طون كان عبد الله كان العملود يعني ليسونسيال هو الدراري داروا له ماكسيموم ديالهم يعني شفنا نقولوا الدراري كيفاش لعبوا الماتش مزيان جزئيات بسيطه ما نقولش بسيطه واحد غياب التركيز يعني في ضربه ثابته نعم داخله في كره القدم نعم راه شفنا نقول لك صافي في الماتش البارح ديال المان سيتي مع الانتر ميلون يعني كنعرفوا القوه ديال المان سيتي ولكن صدموا واحد هدف للصفر واحد الظرف يعني فرمسه عين يعني نعم. في غياب تركيز في واحد الظرف تسجل لك الهدف. حموده شكرا كذلك ابو عبيد. وهذه كيبقى الوداد كيبقى فريق كبير انه مازال استحقاقات مقبله ان شاء الله. الكاس العربيه الملك سلمان في المملكه العربيه السعوديه، الدوري الوطني، كاس العرش، مجموعه من الامور. شكرا لكم، شكرا كذلك للمشاهدين على المتابعه. نلتقي بكم في فرصه مقبله بحول الله. الى اللقاء.